بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. واليوم إن شاء الله فطورنا ثاني يوم من شهر رمضان المبارك، ويا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أول ما أبلش بالحلويات راح أسوي القطر أو الشيرة. واليوم إن شاء الله حلانا أو الحلويات مالتنا هي الطاطلي أو العقال. راح نبلش بالشيرة حتى الشيرة تكون باردة، وراح استعمل كوبين من الشكر وكوبين من المي. نفس الكوب اللي قست بيه الشكر راح اقيس بيه المي. انا اريد الشيرة تكون خفيفة حتى الطاطلي يشرب من الشيرة. وراح اضيف لها قطعة من الليمون، وعصرت شوية من الليمون وضفت فوقها، واذا ما عندكم ليمون ضيفوا ليمون دوزي. وورا ما تفور الشيرة احسب لها 5 دقائق وارفعها من النار. وبعد ما كملت الشيرة راح ارفعها من النار. وهسه نبلش بالعجينة. راح أضيف 3 معالق من السميد الناعم، سميد البسبوسة. وراح أضيف رشة من الملح حتى تعادل الطعم. وأضيف ظرف من الفانيلا وظرف من البيكنج باودر. وراح أضيف زيت معلقتين بهاي المعلقة مال القياس. إذا تردون تستعملون الخاشوقة استعملوها، خاشوقتين مليانة من الزيت وخاشوقتين مليانات من الروبة أو الزبادي. وراح أضيف معلقتين من الشيرة اللي سويناها، هاي أول وحدة وهاي ثانية. الشيرة راح تعطيها لون كلش حلو. وراح أضيف المي بالتدريج. عندي هنا كوب من المي، وما راح أضيفها دفعة واحدة، راح أضيفها بالتدريج. وبعد ما لملمت العجينة راح أعجنها بدية. وأظل أعجن بالعجينة تقريبا مدة 5 دقائق إلى 6 دقائق. وكل ما أعجنها زين كل ما تكون العجينة مضبوطة. وشفتها بعد تحتاج سميد، راح أضيف لها خاشوقة أو خاشوقة كوب من السميد. وبعد ما كملت العجينة خليها ترتاح لمدة 10 دقائق وبعدين نقليها. يكون قوامها شوية أثقل من قوام العوامات. وبعد ما ارتاحت 10 دقائق هسه نبلش نقليها. راح أخلي زيت، وراح استعمل هاي الفورمة النجمة، وراح أخلي العجينة بالكيس الحلواني وأبدي أشكلها. وعلى هاي الطريقة أكمل الكمية كلها. كل ما تتقسب أكثر كل ما تصير أطيب، فراح أخليها تتقسب وتاخذ الشقار واللون الحلو. شوفوا شكلها شلون صار حلو. وأطلعها من الزيت ومباشرة أخليها بالشيرة، وأخليها بالشيرة يعني لحد ما تتشرب حتى تتفتح حبة السميد. وبعد ما كملنا الطاطلي أو العقال هسه نبلش نسوي فطورنا. وهذا شكل الطاطلي، شوفوا شكله شقد حلو.
وطعمه كلش طيب. وهسه نبلش بالدجاجة. علقت الفحم وخليته يهفت، وورا ما هفت خليت الدجاجة على راحتها لمدة ساعة، يعني قبل الفطور بساعة خليتها على الفحم، وساعة كاملة خليتها على الفحم، وكل شوية أقلبها لحد ما استوت. وهسه راح أسوي التمن الأحمر. خليت شوية زيت، وأخلي الزيت شوية يحمى، وأضيف البصل. التمن الأحمر أضيف له بصل وفلفل دارة، يصير طعمه كلش طيب. وراح أضيف البصل وأخلي البصل شوية ينحمس، وبعدين أضيف الفلفل دارة. على مود بساعة يذبل البصل ضفت شوية من الملح، وبعد ما انحمس البصل راح أضيف الفلفل دارة وأخليه شوية ينحمس، وبعدين أضيف التوابل. راح أضيف فلفل أسود وكمون وشوية من نومي بصرة مطحونة. هاي التوابل تعطي طعم كلش طيب للتمن الأحمر. وبعد ما نحمسن التوابل هسه أضيف المعجون. راح أضيف 3 خواشيق وأحمسهن، وبعدين أضيف التمن غسلته ونقعته لمدة ربع ساعة. وبعد ما حمسنا المعجون هسه نضيف التمن وأخليه شوية ينحمس، وبعدين أضيف المي وأضيف الملح وأضيف المي. وبعد ما مص مي التمن أهدره وأخليه على نار هادئة، وأخلي التمن يتهدر على راحته. وهسه نبلش نسوي المقبلات الشونذر. سالقة الشونذر وخليته يبرد، وراح أبرشه برش. إذا تحبون قطعوه بمكعبات، بس أنا برشته. وخليت عليه رمانة كاملة والكرفس، وراح أضيف قطعتين من الليمون أثرمها مكعبات صغار، يعطي طعم للمقبلات كلش طيب. وأعصر عليها نص ليمونة، وأضيف تقريبا خاشوقتين من الكاتشب وخاشوقتين من دبس الرمان. ورا ما نكمل السلطة نسوي العصاير. هاي كلش مفيدة اللي عنده فقر دم. وهاي النوعية من المقبلات بها هواي فوائد، وراح أخلي لها داير مدايرها، أبرش لها جزراية حتى يعطي شكل بعد أحلى. وبعد ما كملت المقبلات مالتنا هسه نشوف التمن، وراح أقلبه وأتركه بعد فد دقيقتين وأطفي عليه النار. والدجاجة همينة استوت، وشوفوا شكلها شقد حلو ويشهي. وهسه نبلش نسوي العصير. اليوم العصير مالنا عصير المشمش، نفس المشمش اللي نسويه طرشانة. نقعته تقريبا 3 ساعات، وخليت له مي، وخليت ربع كوب من الشكر. وهنا كمل عصيرنا. هسه نبلش نصب الفطور، وسهمكم مليون عافية. وبعد ما كملنا التمن راح أخلي الدجاجة فوق التمن. شوفوا التمن شكد حلو ومفلفل حباية وختها. وراح أخلي بصل شوي، وراح أخلي درق ليمون ودرق فلفل دارة حتى يعطي شكل حلو للصينية وتصير تفتح النفس. وراح أخلي لها شوية من الكاتشب حتى تكون طعمها بعد أطيب. واللي هنا حبايب وصلنا لنهاية الفيديو. انتظروني فيديو جديد، فطور جديد إن شاء الله. مع السلامة.